باهي. أنا ماهر بدراوي مترشح على المكنيسة الغربية في انتخابات المجالس المحلية. كما ريتوا في الافيش اللي عاملها اخترت الشعار منحاز إلى المضطهدين. منحاز المضطهدين هي هوية طبقية تبين البرنامج الانتخابي اللي على أساسه باش ندخل في المنافسة هذه. وانا اليوم ندور معناها في الاحياء نتاع المكناسي، سأل لي واحد شاب قال لي بربش معناها مضطهدين، قلت له مضطهدين، قلت له بون صغير معناها، قلت له هو هذا هويه طبقيه، وموضوع هذا ما نجمش نتوسع فيه اكثر، فهمتني ولا، باش ما ندخلش في مطبات ايديولوجيه وفكريه. جيست اللي باباه يمشي يخدم صباح وليل باش يجيبك 30 و40 دينار ولا 20 دينار ويكون غير قادر انه يعيش ولاده الحد الادنى المعيشي، الحد الادنى اللي يسمح حافظ لهم على كرامتهم، والحد الادنى اللي يخليهم يقروا في مدرسه عموميه، في تعليم معناها في مستوى معناها المدارس الخاصه اللي معناها اللي انفستوا فيها رجال اعمال معناها برشا فلوس، واللي معناها اصبح حتى التعليم معناها التعليم نتاع الفقراء والتعليم نتاع الاغنياء، والصحه ولت معناها صحه للاغنياء وصحه للفقراء. هذاش معناها المضطهد. المضطهد اللي يمشي القطاع العام، يمشي للسبيطار، يلقى معناها ما ثماش اختصاصات، يتلز، فهمتني ولا، باباه يبيع النعجه ويبيع البركوس، واذا لزم الامر يبيع حتى معناها ما عرفش ارضه باش يمشي يعدي، معناها في القطاع الخاص معناها باش يستثروا اصحاب المساحات. هذاش معناها المضطهد. المضطهد هو اللي يقرا ويضرب معناها البطاله، باك بليس كات، عامل 20 سنه بطاله، انا متخرج من الكومبيس فاكولتي دي لافساق تونس معروفه، كومبيس المنار، وجيتي كومبيتون في قرايتي. مالوريزمون معناها ما خدمتش لاني انا اضطهدت في عهد بن علي وفي عهد النهضه، فهمتني ولا، وفي عهد البيجي قايد السبسي اللي هو امتداد للاخوان، الامتداد للدساتره. انا هذا هوش معناها مضطهد، وانا قررت اني ندخل بالهويه الطبقيه هذه، منحاز المضطهدين، باش ما نطولش برشا ونكون معناها دقيق. انا نتوجه لاهلنا في المكناسي نقول لهم صوتوا لي. علاش؟ لاني معناها وعد اني باش نكون حق، نكون نصير لاي انسان عنده حق. ونزيد ميساج، الناس الفساد واللي سرقت البلاد من حقهم انهم يخافوا نهار نطلع انا، وعهدا وهذا قسم، ما يعرفوني انا في العناد معناها راني معناها نمشي كان حسب المبادئ نتاعي، ونمشي كان مع الحق. الانسان الظالم راهو يلزم يخلص، ما فهمتني ولا، واللي عنده حق انا باش ندافع على حقه في المكنسي. انا باش نسعى اني معناها نعمل مناطق خضراء في المكنسي. ما نعرفش معناها عندنا بلاصه اسمها المقر هذاك تحول الى مستنقع وزبله، فهمتني ولا، بلاصه معناها نتاع خميج وتسكر فيها هذاك. علاش ما يتحولش الى منتزه للام والطفل، ويكون اسباس معناها منافير، تكون هي الرئه نتاع البلاد، ويكون معناها متنفس للناس. راهو مشكله كبيره انك انت مرتك وصغارك ما يجوش وين يمشوا، ما نلومش التلامذه والشباب الصغار يمشوا للمقاهي. معنا حتى الرفيج، معنا حتى رفيج معناها تقعد فيه بدون شنوش معناها. نحن عندنا منتزه، تعمل منتزه اني نحب حاجه معناها بلاش المواطنين. وماذا بيا انا في اي توجهات نشوف اللي هو عنوانه البيانات نتاع الانسان في اللي عايش في المكنسي. هذا مشروع باش نسعى له جاهدا اني نقوم به. صحيح في مشاكل عقاريه، وانا حسب المعطيات اللي عندي انه الارض تتبع لوزاره الدفاع، انا نشوف المشاكل العقاريه دي تتفض، وانا مع ان نلقوا صياغه معناها تسيير، نلقوا حل معناها في الاخر معناها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، شوف الاراضي الدوليه. ثم الاراضي الدوليه مش نحكي على الاراضي المتعاضدين، نعرفوا الاراضي الدوليه. عندنا مثلا كما نقولوا ضيعه النطاف، يلزمها نشوفوا لها، ما نشوف تتسير، ما تبقاش غادي معناها الزواتين ولا مطيشه معناها بدون انتاج كبير وبدون واحد، يلزمها تتفضل الوضعيه نتاعتها. اثنين، عندنا الارض الشياحيه، عندنا تقريبا معناها مئات الاكتارات. علاش ما تصيرش استصلاحها؟ ارض بور هذه يلزم تصير استصلاحها، يلزم تمنحها للدبلومي شومير في اطار هذا معناها صناعات تحويليه ذات صبغه اجرو اليمونتير، وتعمل دي زينيتي دو برودكسيون سير. انا نطرح سؤال، مكناسي قداش فيها من شجره بتاع الزيتون؟ معناها ملايين،
باش ما نكزاجير، ثم ملايين نتاع اشجار الزيتون، ما ثم حتى معصره، ما ثم حتى شركه نتاع تعليبه نتاع الزيت، ما تجيش. فهمتني ولا؟ هذا ما باش نحاول نعملوا مشاريع صناعات تحويليه ذات صبغه فلاحيه، وهذا معناها سي تري فيزابل. انا نحب تبقى الهويه نتاع البلاد هذه لاكتيفيتي برينسيبال نتاع البلاد هذه تكون فلاحيه، معناها حتى الصناعه تكون ذات معناها توجه فلاحي. بعلاقه بالاراضي، هذا مثلا نقطه واللي عايش انا في المكناسي، يعني المكناسي متر الارض في المكناسي اغلى من الحمامات، اغلى من تونس في رواد وفي المرسى، معناها المتر الارض يوصل ل 300 دينار و250 دينار، هذه ماهزله. شنو هو اللي زطري به اللي على اساسها المكناسي متر ب 250 دينار، لا عندها حتى مقومات الحياه الكريمه اصلا، اللي هو نتاج نتاع مضاربه نتاع ناس تملك الاراضي. ايش تعمل لك انت؟ يملك ارض ويخدم في البلديه، يسكر المقاطع اللي هي نتاع البلديه وليؤنا تهبط. وانا ضد عقليه المزاد العلني وتزايد عليها ولد الشعب الزوالي ما يبنيش. والمكناسي من كانت معناها كبيره، مدينه كبيره ووقع تقزيمها، لانه راهو سي نورمال. المترو شنو؟ المترو 200 دينار وشكاره السيمانه 32 سامحني، والبار حديد 32 وشكاره السيمانه ب 16 دينار، شكون مازال باش يبني؟ شنو معناها؟ مش معناها مترو ارض في المكناسي ب 250 دينار. عندنا بلديه المكناسي عندها 13 هكتار مرقدين وغادي لي فامبير مصاصين دماء الشعب اللي كانوا في البلديه قبل. علاش؟ باش هم يبيعوا اراضيهم لهنا. ونعرفوا الموضوع هذا باش ما نحكيش فيه بالتفاصيل، نعرفوا الناس اللي تبيع في الاراضي نتاعها ومسكره. فهمتني ولا؟ الاراضي نتاع البلديه ذاك معناها قال لك شنو راهو ذاك ستان ريزيدي يبقى للبلديه لا سيدي، لا سيدي، كيما عمل نحيتوا منها بارتي وباعت معناها عملوا فيها ديار قطر، حتى الاراضي ذيك تنجم معناها تتقسم وتتعطى بسعر رمزي لولاد الشعب اللي غير قادرين يشروا الاراضي 100 و 150 دينار. انا التوجه بتاعي باش يكون توجه اجتماعي، ويلزم معناها ما نكذبش عليك اللي عندهم فلوس هذاك معناها عندهم الفلوس. انا معاه نحب الناس تصوت لي، الناس ما عندها كان وربي، انا الناس الفقراء انا باش ندافع عليهم وبكل معناها اوتيته من جهد، ولن ادخر اي جهد من اجل اني نقتل عليهم حقا في البلاد هذه. باش نحاول نلخص ونقول المكناسي اللي كانت من الجهات التعليم فيها متطور، والمكناسي الليسي نتاع المكناسي والناس تعرف لهنا كان من المراتب الاولى على المستوى الوطني. تو المكناسي معناها على المراتب الاخرانيه. المؤسسات التربويه حدث ولا حرج، معناها خراب. الادارات معناها الناس ما عادش تحب تخدم. راهو اذا ما ثماش سلطه سياسيه، وهذا من الدور نتاع المجلس اللي نتمنى انه يكون مجلس قوي ومنسجم. انا ما يساعدنيش نطلع انا في وسط مجلس ضعيف وفي وسط مجلس متشرذم، ماذا بينا نكونوا معناها يد وحده ونخدموا من اجل البيانات نتاع الجهه هذه. ثم مساج انا نحب نقوله بور كونكلير، انا باش نكون حلقه، فهمتني ولا، الشوكه في حلق اي واحد مازال يحكي بالعشائريه في المكناسي. اللغه العشائريه المقيته اللي شرذمت البلاد هذه واللي قزمتها، هذا راهو بالنسبه لنا خط احمر يزي منه. الفاسد اللي تغطى بالعشيره راهو يبقى فاسد، فهمتني، والسراق اللي تغطى بالعشيره راهو سراق. انا باش نحارب وعهدا عليا اي مداخلاتي باش تكون معناها مصوره، وباش نفضح اي واحد يعمل من اجل مصلحته الذاتيه ومن اجل تقزيم والرجوع بالمكناسي الى الوراء والى الخلف. في الختام معناها نطلب من اهلنا في المكناسي انهم يختاروا مرشح يكون معناها نظيف. ما نحكي على الدوائر الاخرى، معناها بالنسبه للدائره بتاعينا معناها انا يعرفوني ويعرفوني اني معناها عنيد وما نتبدلش، حتى كنت نتبدل نحو الافضل، فهمتني ولا. وهذا عهد اني باش نكون معناها النصير للمستضعفين وللفقراء والمضطهدين. شكرا.